السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي. تحية كبيرة جدا لكل اخواتنا واشقائنا وحبايبنا المغاربة، مملكة المغرب الشريفة. زي ما بيقولوا دايما اخواتنا من مصري معاشق جدا لاخواتنا المغاربة في كل مكان، بيقولوا دايما الملك والوطن والشعب ويعني انا بصراحة مبسوط جدا بكلماتكم الجميلة، ولما بسمع النشيد بتاعكم بكون سعيد، ولما بسمع اي اغنية خاصة بيكم بكون مبسوط جدا. لما بعرف ان في حاجه في الصناعه عندكم فيها تطور ببقى اسعد واسعد، تجاريا، صناعيا، سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا. قد ايه يعني بشعر بالفخر ان اكون بتكلم عن اخواتنا في المملكه المغربيه الشريفه. لذلك النهارده محتوى مختلف تماما جبته لحضراتكم علشان تشوفوه وتتابعوه. ولكن قبل ما نتكلم عنه وقبل ما نتكلم عن تفاصيله، اتمنى من اخواتكم انكم تنزلوا تصلوا على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردا على احد المتابعين ليا، هقول ان هو اخ وصديق على راسي من فوق واتشرف بيه. دايما يقول لي قول ما شاء الله، دايما بقول ما شاء الله تبارك الرحمن. ما هو انا طالما بذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يغني تماما عن المشيئة. ولكن سأكمل كلامي بمشيئة الرحمن وأقول ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. النهاردة عندنا حدث مهم جدا هنتابعه مع بعض، ولكن قبل ما نتابعه أتمنى من إخواتكم تدعمونا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. دعمكم مهم جدا يا جماعة. يعني نحن نبحث دائما، يعني انا كنت متخيل ان انا مجرد ما اقول يا جماعه انا عايز اشتري كاميرا هلاقي كل اخواتي اللي بيتابعوني ما شاء الله تبارك الرحمن عدد كبير جدا. يعني بنتكلم في 40,000 واحد بيتابعوا الفيديو. لو كل واحد عمل تكه خلاص احنا جبنا ثمن الكاميرا، فما يعني مش مدرك. ولكن بشكر طبعا اخواتي اللي ساعدوني وبشكر اخواتي اللي ما ساعدونيش، كل واحد على قدر احتماله يعني. فالنهارده عندنا حدث، اتمنى ان انتوا برضو تدعمونا. ايقونه القلب موجوده اسفل الفيديو، هنضغط عليها ضغطه زر واحده هنلاقي قيم متنوعه نقدر ان احنا ندعم لشراء هذه الكاميرا. المهم تعالوا نتابع هذا الفيديو ونتابع احداثه، ان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. يلا بينا نسمع تفاصيل هذا الفيديو، اتفضلوا معايا. فيرسون في العاليه ديالو اللي تتقدر المساحه ديالو بواحد 3330 كيلومتر مربع. ويعني ونظرا للاهميه ديال هذه المساحه فتيمكننا هذا الحوض المنحدر من واحد الواردات مائيه مهمه اللي تدخل على صعيد هذا السد، واللي تتقدر تقريبا بواحد 600 مليون ديال الامتار المكعبه سنويا. وبخصوص التساقطات يعني الاخيره، فمنذ البدايه ديال شهر مارس والحد والى حدود اليوم فبلغت المعدل ديال التساقطات بالحوض ديال سبو واحد الحجم اللي تيناهز 182 ملم، بحيث انه التساقطات مكنتنا من واحد الواردات مائيه مهمه واللي دخلت على صعيد سد الادريس الاول، واللي تتناهز تقريبا واحد 87 مليون ديال الامتار المكعبه. وبالتالي يعني المخزون اللي تيتوفر عليه السد يعني اليوم بتاريخ اليوم فهو تيبلغ واحد 296 مليون ديال الامتار المكعبه. وهذا تيمثلنا واحد النسبه ديال الملء اللي تتقدر ب 26.2، في حين انه قبل البدايه ديال شهر مارس كان المخزون المائي على مستوى هذا السد تيبلغ فقط واحد 211 مليون ديال الامتار المكعبه، وبواحد النسبه ديال الملء ديال 18.7%. يعني التساقطات الاخيره ديال شهر مارس مكنتنا من واحد النسبه ديال الملء الاضافيه اللي تتبلغ 7.5%، وهذا تيوازي واحد الحجم مائي اضافي اللي تيتقدر بواحد 85 مليون ديال الامتار المكعبه. فيما يخص يعني الادوار اللي تيلعب هذا السد، فهي ادوار يعني سوسيو اقتصاديه مهمه على صعيد الجهه، بحيث انه الاستعمالات ديالو تتخص اولا يعني السقي ديال الاراضي الزراعيه على مستوى سهل الغرب، وكذلك على مستوى المدار السقوي ديال السفيله ديال يناون، وتيتخصص لهذا الغرض هذا واحد الحجم سنوي متوسط تيناهز واحد 400 مليون ديال الامتار المكعبه. ثم كذلك تلعب واحد الدور مهم في التزود بالماء الشروب على مستوى مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاوره، بحيث انه تيتخصص لهذا الغرض هذا واحد الحجم سنوي تيناهز 63 مليون ديال الامتار المكعبه في السنه. تيلعب ايضا هذا السد واحد الدور مهم كذلك في الحمايه من الفيضانات، وخصوصا على مستوى سهل الغرب.
ثم اخيرا تيساهم هذا السد ايضا في الانتاج ديال الطاقه الكهرومائيه، بخصوص يعني التزويد ديال الماء الصالح للشرب على مستوى مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاوره ديالها. فهذا المشروع فهو مشروع مهيكل واللي كان انطلق تقريبا هذه واحد السنتين، وحاليا هناك واحد المخزون مائي اللي يعني تيمكننا من الضمان ديال التزويد بالماء الصالح للشرب لهاد المدينتين، واللي تيتقدر تقريبا ب 126 مليون ديال الامتار المكعبه. وهذا بطبيعه الحال داخل في اطار واحد يعني الاطار ديال واحد الاجراءات التدبيريه ديال المخزون المائي بالسدود على صعيد الحوض ديال سبو، بحيث انه تعطى يعني الاولويه للتزود بالماء الصالح للشرب قبل كل الاستعمالات الاخرى. وبالتالي التدبير ديال السدود تيتم بواحد الطريقه اللي تضمن يعني التزود بالماء الصالح للشرب يعني لمده سنتين كاملتين. رغم هذه الامطار الخير وهذه المؤشرات يعني الايجابيه، فلا بد من الاشاره انه لا زلنا يعني في واحد الفتره ديال الخصاص المائي وواحد يعني العجز المائي والنقص في الموارد المائيه الحاد بطبيعه الحال، لا على مستوى يعني المملكه المغربيه ولا على مستوى الحوض ديال سبو، رغم انه هذا الحوض هذا يعني تعتبر يعني من اغنى الاحواض المائيه على صعيد المملكه. وبالتالي يعني ولا بد من التدبير ديال هذا المورد المائي بعقلانيه، ويعني وكذلك الترشيد في الاستعمال ديال هذا المورد هذا، وكذلك عدم التبذير ديالو في جميع المستعملات. على مستوى يعني السدود اللي تتعرف النسبه الملء ديالها واحد النسبه مئويه ديال 100%، فهي في حقيقه ما كايناش كاين سد واحد على مستوى الحوض ديال سبو واللي هو سد بوهده، واللي هو الان حاليا في حاله تدفق، يعني فاتت النسبه ديال الملء ديالو 100%. وهذا واحد السد صغير بحيث انه الحجم ديال الحقينه ديالو ما تتناهش شيء، ما تتفوت شيء واحد 48 مليون ديال الامتار المكعبه. وهذا للإشارة فهو في حالة تدفق يعني منذ شهر يعني فبراير، وذلك على إثر التساقطات اللي كانت عرفها الحوض ديال سبو في شهر فبراير. في إطار التدبير ديال الموارد المائية والحقينات ديال السدود، يعني اهلا وسهلا بيكم مره تانية، ونتمنى نكون اسعدناكم ونكون عند حسن ظنكم ونكون قدمنا المحتوى اللي ينال اعجابكم. شكرا ليكم يا اجمل اخوات في الدنيا، شكرا لكل حد انتسب في القناه او قدم دعم مادي وساعدنا من خلال هذا الدعم من خلال ايقونه القلب اللي موجوده اسفل الفيديو. بجد بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.